السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشتوني جدا جدا جدا. ان شاء الله يا حبايب قلبي النهارده هنعمل مع بعض كملي بس الفيديو للاخر، خليها مفاجأة لاخر الفيديو. وتعالوا الاول شوفوا مشترياتنا الجميلة. قبل ما تبدأي تشوفي مشترياتنا انزلي حطي اللايك واشتركي في القناة لو كنت مش مشتركة، دي قناتي. اتمنى انك تحط اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد مني. اهم حاجه تفعلي زر الجرس عشان يوصلك الاشعار بيه بالفيديوهات اللي برفعها. دي كده مشترياتنا النهارده من السوق. انا اول ما صحيت منه قمت انا عايزه اعمل كذا، وقمت بقى جبت الحاجة دي كده من عند بتاع الخضار. جبت فلفل وطماطم وبتنجان وليمون وخضرة وجرجير، بس منضفة كده الخضرة والجرجير كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. دي كده المشتريات من عند بتاع الخضار. دي كده بقى رحت المحل جبت بقى الحاجات دي زي ما انتم شايفين. دي ازازة خل ودي ازازة زيت ودي ازازة زيت. ازازة الخل كنت جايباها ب11، وازازة الزيت والله من التومين. كيس المكرونة كان عامل 10 جنيه، وكيس لسان العصفور كان عامل 11، وكيس شعرية برضو كان عامل 11 جنيه. جبت 3 اكياس اهو زي ما انتم شايفين. وبستخدم مرقة الدجاج دي الكنور اللي بستخدمها الفورية. جبت 5 الواحدة ب2 جنيه ونص. جبت علبة مرقة دجاج فاين فوز ب كان بحاجة و40 مش فاكرة. البسكوت ده برضو جبته هنعمل حلويات مع بعض. جبته الباك كان عامل 5 جنيه، جبت 3 كفاية. وكمان جبت نسكافيه 3 في 1، الواحد كان عامل 5 جنيه. الواحد كان عامل 5 جنيه. وجبت علبتين الصلصة دول، كنت عايزة علبة كبيرة ملقتش، جبت علبتين دول. العلبة كانت عاملة 6 جنيه. وجبت 3 أكواب من الجيلي زي ما انتم شايفين. الكوب كان عامل الجيلي كان عامل 10 جنيه. جبت 3 ب30. وجبت الجبنة دي، علبة الجبنة كانت عاملة 16 جنيه. جبت واحدة بيضة وواحدة صفرا، كانت عاملة 16 جنيه. وجبت باكو الشاي العروسة ده كان عامل بسم الله الرحمن الرحيم 49. وجبت الدقيق ده 5 كيلو، الكيلو كان عامل 20 جنيه. جبت 2 لوحدهم و3 لوحدهم. وجبت الصابونتين دول اللي قدامكم دول. اللوكس دي كانت عاملة 15 تقريبا، والسفانة دي كانت عاملة 11 جنيه. جبت 2، واحدة من دي وواحدة من دي. وكمان جبت بسم الله اللهم صل وسلم وبارك. جبت الكلوركس، قصدي سوري. جبت البرسيل الجل ده 2 اريال و2 برسيل. الكيس كان عامل 3 جنيه. وجبت الاومو اريال ده الكيس كان عامل 5 جنيه. وجبت ازازة البيرسول دي كانت عاملة 26 جنيه. وجبت الكلوركس ده الكيس عامل 5 جنيه للتسيق بقى للهدوم البيضاء، بحب استخدمه. كلوركس الالوان ده بقى الكيس عامل 7 جنيه، بحطه في الاوتوماتيك للالوان للهدوم الالوان. جبت 3، الكيس كان عامل 7 يا 6 جنيه مش فاكرة. زي ما انتم شايفين كده دي مشترياتنا، ودي الحاجة اللي جبتها النهاردة. ويا يا رب بقى الفيديو عجبكم، يا رب اكون خفيفة على قلوبكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد مني. اهو دي بقى كل الحاجة اللي انا جبتها. اللايك ما تنسونيش في اللايك اهو. يلا دي بقى كل حاجة. هنبدأ بقى هنا هنعجن دولت 2 كيلو من الدقيق، عليهم خميرة بيرة ب2 جنيه، خميرة بيرة، وعليهم مية كده. حطيت معلقة ملح، وننزل بالمية تدريجي مش مرة واحدة عشان في دقيق يقبل ودقيق ما يقبلش.
وكده العجينه لمت معايا، بتبقى طريه كده، ايوه بتبقى طريه كده زي ما انتم شايفين ماما اللي كانت بتعجنه اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي. ده شكل العجين بعد ما خلص وبعد ما خلصناها، وبيبقى طري جدا جدا. بتعوسي بقى كده وشه ميه كده زي ما انتم شايفين. ده ما بيتغطاش ولا بكيس ولا بفوطة ولا بأي حاجة. ده هحط عليه الطبق السلستين، هتشوفوا برضو معايا في الفيديو وهسيبه. ده كده شكل العجين بعد ما خلص. وهنا كنت عملت بطاطس صوابع. هنا دي اللي معايا طماطمايه وقرن فلفل وخمس فصوص توم عاملاهم بالسكينه وكمون وزيت وشويه ملح. نزلت عليهم كده بالبطاطس، وهنزل كمان عليها بشويه زيت وشويه كمون، وهنعلق عليها على البوتاجاز تاخد غلوه وهنسيبها. هحط فيها بقى نص كوب من الميه. وده العجين اهو، ده الدقيق اللي احنا هنخبز عليه بوريهولكم، ودي النشابه. وده كده شكل الدقيق العجين بعد ما فات عليه ربع ساعه، بعد ما عملت بقى السلطه والحاجه اللي هتبقى جنب الاكل. ما حبيتش بقى ان انا اصور لكم السلطه وكده، مصوراها معاكم كذا مره عشان خاطر ما اطولكش عليكم الفيديو. لسه برضو هسيبه على ما اعمل طاجن اللحمه او صينيه اللحمه دي. معايا اللحمه دي معايا كيلو ونص من اللحمه وحتتين عظم كده كانوا عندي في الفريزر، برضو طلعتهم كده مع اللحمه. ودي التوابل، وده الفلفل والثوم اللي وريتهولكوا، حبه فلفل بقى محترمين معايا، فلفل وخلطه لحمه وملح وقرفه ناشفه وقرفه مطحونه، ورقتين لورا وبلح جوز الطيبه وبابريكا والكزبره الناشفه. ومعايا كده اللحمه غسلاها كويس جدا. ومعايا كيس برضو 11 بهار تبع التوابل. وده بصل، كميه البصل بقى اللي انت عايزاها اهو بوريها لكم. كميه البصل بقى اللي انت عايزاها. هنزل بقى بالتوابل كده كلها على البصل اللي كانت في الطبق معاكم. وهنزل بكيس خلطه 11 بهار. وكان عندي كمان نص كيس هجيبه برضو زي ما انتم شايفين اهو. نزلت بكل التوابل. كان عندي كمان نص كيس جبته برضو. الامانه بيخلي الاكل تحفه تحفه. كيس ال 11 بهار ده من كنوز برضو. وحطيت حبه صويا صوص اهو. حطيت حبه صويا صوص مش كتير. وبدأت ان انا اقلب كده البصلة بالصويا صوص بالتوابل اللي معايا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. ده مكتوم جدا جدا اهو. وبقى هنزل بالبصلة على اللحمة. ده شكل اللحمة كنت بوريها لكم. دي غسلها كويس يعني اهو. ده هنزل بقى بالبصلة زي ما انتم شايفين على اللحمة كده اهو. نزلت بقى بالبصلة والتوابل وحبة صويا صوص اللي كانوا على البصلة بالتوابل. وهنزل بالثوم وهنزل بالفلفل كمان، وهدوم تقليبة وارجع لكم. هدوم تقليبة بقى حلوة كده بايدي بقى محترمة. وكده بعد ما خلصت ده العجينة اهو. انا كنت بقرصه الفيديو ماشي. مش عارفه ايه اللي جاب المقطع ده دلوقتي بس مش اشكال. ده العيش اهو بعد ما بدات ان انا بقى اقرصه عشان خمر هسيبه يرفع. دي بقى البطاطس. كان المفروض المقطع ده يجيلكوا قبل العجين بس مش اشكال. مش عارفه ايه اللي جابه قبل العجين. بدات بقى ان انا كده رصيت اللحمه بالبصل. كنت حطيت بقى في قعر الصينيه كده، في قاع الصينيه كده معلقتين من السمنه البلدي. بدأت بقى ان انا ارص كده البطاطس بتاعتنا على على اللحمه البصل بالخلطه اللي احنا عملناها دي يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين اهو.
اهو زي ما انتم شايفين كده عشوائي، مش شرط ترصي زي ما انا رصه. انا جيت في الاخر ورصيت عشوائي كده اهو زي ما انتم شايفين. اتمنى بقى اللايكات يا حلوين، اللايك ما تنسينيش في اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد، وفعلي زر الجرس عشان عيلتنا الصغيرة تكبر بيكو. وبدأت بقى خلطة البصل الفاضلة كده من البطاطس، بدأت ان انا بقى احطها كده على الوش زي ما انتم شايفين اهو. وكده بعد ما صينية البطاطس خلصت حطيت على السلوفانة على ما اطلع بيها، على ما احطها على النار اسويه. وده العيش اهو، ده البكوم، اسمه بكوم عيش خاص. عجينته اللي كانت في الفيديو دي سهل جدا، واللي جوه ده بتنجانتين هعملهم سلطة بابا غنوج. وكمان ده شكل العيش اهو بعد كمان ما طلع بوريهولكوا جميل جميل. وده شكل العيش وهو في الفرن بيستوي كده. التصوير مش مظبوط لان انا ما كنتش عارفه اصور قدام الفرن، بس تمام مفيش في اي مشاكل. ده كنت بوريكم اهو العيش، وده البتنجان بقى اللي جوه ده سايبينه على ما يستوي سلطة بابا غنوج. بنعملها ازاي؟ بنجيب طحينة كده، كوباية طحينة محترمة وشوية ملح وشوية كمون وليمونتين او ليمونة، وناخد نشيل الاسمر ده وناخد الابيض اللي جوه البتنجان ونقلبه او نضربه في الخلاط، بيبقى حلو جدا جدا. جربوه. هي دي بس طريقة البتنجان، ما صورتهاش معاكم. طريقته سهلة جدا وكل عارفها يعني. وده شكل العيش اهو، كنت بوريكم بعد ما طلع. وكده يا حبايب قلبي ده خلاص اهو طلعته اهو، وبدأت ان انا احط تاني اهو. وده شكل العيش اهو بعد ما طلع، وده شكل الاكل كله بعد ما خلص. الف هنا لكل اللي كل. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم، يا رب اكون خفيفه على قلوبكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل كل جديد مني. مع السلامه، وانتظروني في فيديو جديد يا حبايب قلبي. كده كنت بوريكم العيش، ما تنسونيش بقى في اللايك. مع السلامه، انتظروني في فيديو جديد.